السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله اعمل معاكم اسرع صينية بطاطس ممكن تعمليها لو انت داخله المطبخ كده متأخرة وعايزة تنجزي كده في الفطار بتاعك. هعملك ان شاء الله اسرع صينية بطاطس هتعمليها على طول، وان شاء الله الطعم بتاعها هيبقى جميل جدا وبصوص هتاكلوه كده غموس كده مع الرز او بالعيش. طريقة جميلة جدا يا بنات طعمة السنين ما شاء الله. يلا تابعوني وتعالوا يلا نشوف اللي عملنا الطريقة دي ازاي. انا معايا فرخه هنا كامله قطعتها تمام وغسلتها وقطعت الخضار بتاعي عباره عن ايه: بصل وطماطم وفلفل ونص قرن شطه تمام، وحطيت عليها البهارات بتاعتي. انا عايزه التقطيع يبقى على ايدك وتقطيع خشن كده بيبقى ليه طعم حلو قوي مع الفراخ. حطيت بهارات ايه، حطيت فلفل اسمر وكزبره وبابريكا، وحطيت بهارات فراخ جاهزه كده من عند العطار، وحطيت ايه بس حطيت بس دول تمام. جبت بقى الفراخ بتاعتي بعد ما غسلتها ونقعتها وصفتها تمام. هبدا بقى اتبلها بقى من كل الجوانب كده، واقوم حطها كده على الخلطه كده وبين الجلد وبعضه كده تمام، لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا وادعكها كويس جدا عشان خاطر تشرب من البهارات ومن التتبيله ديت تمام كده. طريقه سهله خالص وبسيطه يا بنات، دي طريقه امي. بحب اعملها جدا لما اكون مثلا يعني يعني متاخره وكده ومش عايزه اتبل وكده، بعملها كده على طول وبحطها في الفرن بتطلع جميله جدا يا بنات. اهم حاجه تتبليها كويس وسيبيها حوالي نص ساعه كده في التتبيله ديت. اللحم بتاعها بيشرب من البهارات ومن الخضار، والخضار بتاعنا بنزل ميته، فما شاء الله بتبقى جميله جدا. اخلص بقى الكميه اللي معانا تمام، واسيبها كده تشرب من التتبيله حوالي نص ساعه، وبعد كده اجهز الصينيه بتاعتنا تمام. دي شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما اتبلت حوالي نص ساعه وسبتها في جنب كده على ما خلصت اللي ورايا كده تمام. دي شكلها ما شاء الله. تقطيعة الخضار على ايدك كده بالطريقه ديت والله العظيم بيديكي نتيجه جميله جدا، وبينزل الميه بتاعته فبيخلي الفراخ طعمها حلو وطريه وما شاء الله جميله جدا. جيت بقى الصينيه بتاعتي بقى هنا كده من غير اي ماده دهنيه خالص ولا من غير اي حاجه، بنزل بالخضار بالفراخ كده تمام في الصينيه، وهبدا اسويه بقى كده. هسوي الفراخ بتاعتنا اهوت، وبتبداي بقى توزعي الخضار بتاعك من تحت الفراخ من فوق الفراخ كده. ظبطي بقى الصينيه بتاعتك عشان خاطر يعني الفراخ تشرب من الخضار كله تمام. الطريقه دي جميله جدا واتمنى تجربوها وتقولوا رايكم ما شاء الله جميله جدا. هي شكلها بعد ما رصيتها هبدا بقى اجهز لها ضربه كده في الخلاط حوالي حبايه طماطم واحده. انا مش عايزه خضار كتير ولا عايزه ميه كتير وكده. حبايه طماطم واحده كده حطيتها على الوش اهوت، هبدا اوزعها على الوش. ومعايا هنا معلقه صلصه واحده هحط عليها حوالي 3 معالق من الزيت عشان انا ما حطيتش اي ماده دهنيه خالص تمام. وهبدا بقى ادعك بهم وش الفراخ بتاعتي مع الحبات الطماطم المضروبه في الخلاط كله كده مع بعضه تمام، عشان خاطر بس تدينا لون حلو كده في الاخر. وببدا بقى اشغل الفرن بتاعي، بولع بس من تحت تمام. وبعد كده لما بحس ليها استوت بولع بقى الفرن من فوق او الشوايه من فوق، بتبداي بقى تحمريها من الجنبين تمام، وبتسيبها بقى على نار هاديه كده. ولما الفراخ بتاعتك تنزل الصوص بتاعها والخضار ينزل الميه بتاعته، وما شاء الله بيعمل تجانس جميل جدا وبتطلع جميله جدا جدا. معلقه زيت بس كده على الوش كمان اهيت. ابدا بقى اطلعها على الفرن بتاعي ونشوف شكلها بعد ما اتعملت. ما شاء الله النتيجه بتاعتها جميله جدا. معايا بس مرقه دجاج هنا كانت زياده عندي كده ولقيتها قدامي فقلت اما احطها، بس انا في الطبيعي ما بحطهاش يعني، ما هياش كبير، دي اختيار. شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله جميله جدا يا بنات، ونزلت صوص جميل. وكنت حاطه مع الخضار بتاعنا ورق لوري برضو، كل ما بتزودي في بعض كل ما بتطلع حلوه والله العظيم جميله جدا. وصينيه سهله جدا جدا وسريعه، حطيتها على طول من غير تتبيل ومن غير حاجه، وطلعت النتيجه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. اسهل واسرع طريقه ممكن تشوفوها، جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. شويه رز بقى، رز بشعريه جنبها، بتبقى جميله جدا. يلا لايك وشير الفيديو لو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.